السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمالية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. النهاردة بقى حبايبي هنعمل مع بعض صينية ال7 كوبايات، أو نقول عليها بسبوسة ال7 كوبايات أو هريسة، يعني ما علينا، هما بيسموها حاجات كتير. احنا هنعمل مع بعض الهريسة، أنا بسميها هريسة. تمام. معايا بقى هنا كوباية سكر، كوباية جوز هند، كوباية سمنة، كوباية دقيق أبيض، كوباية سميد من بتاع البسبوسة، وبيكنج باودر وفانيليا. تمام، دول 5 كوبايات، لسه في كوبايتين معانا ما جبناهمش. تمام. هنحط بقى السكر وجوز الهند والدقيق الأبيض وهنحط السميد، كل كوباية كوباية كوباية. بنحط بقى المكونات الجافة كلها، هنحط معلقة بيكنج باودر ممسوحة، معلقة كبيرة ممسوحة كده أو معلقتين صغيرين، وهنحط الفانيليا. متنسوش بقى ايه الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، والحوقلة والاستغفار والدعاء لولادنا والدعاء للثانوية العامة، ربنا ينجحهم يا رب كده ويهديهم على مذاكرتهم إن شاء الله ويوقف لهم ولاد الحلال. معلقة فانيليا صغيرة أو نص معلقة يعني. هتقلبي بقى كل المكونات الكافة دي كلها في قلب بعض كده. استغفر الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام. هتحطي بقى كوباية السمنة، دي كوباية سمنة بلدي، انت ممكن لو عندك سمنة عادية تحطيها، مفيش أي مشكلة. على فكرة في ناس بتعملها بالزيت، يعني أنا مجربتهاش بالزيت بصراحة، عشان يعني لو جربتها كنت قلت لكم طلعت حلوة ولا لأ، بس أنا ما عملتهاش قبل كده بالزيت. كوباية سمنة، هتقلبي بقى كل المكونات دي وتدخلي السمنة في كل حباية دقيق وسميد موجودة في البولة بتاعتك. عايزة تقلبي بإيدك قلبي عادي، المهم إن كل حباية تتغلف بالسمنة. مش هتاخد منك والله دقايق وانتي واقفة بتعملي الأكل، ممكن تعمليها وانتي واقفة كده، مش هتاخد منك وقت خالص. مجرد ان انتي بتحطي المكونات كلها فوق بعض، والمكونات معظمها بتبقى موجودة في البيت. انا كده بقى خلاص غلفتها كلها بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. في بقى المكونين اللي ناقصين، كوباية مية وكوباية لبن. قلبيها بقى كده. متنسوش اللايك يا جماعة، اللايك بيرفع الفيديو، واللي مشتركش في قناتنا يشترك معانا ويكبرها. متنسوش بقى لايك بذكر الله كده، سوري انا اسفة، كومنت بذكر الله. متنسوش اللايك. قلبي بقى كويس، دي غير البسبوسة. البسبوسة بنلم بس كل المكونات مع بعض تدخل في قلب بعض، ما بنعجنهاش، وبتطلع تخينة عن كده شوية البسبوسة. دي بقى احنا بنقلبها كويس قوي، لان ايه فيها مكونات كتير، وعايزين ان الدقيق والسميد ما يبقاش فيه حاجة في القعر، فلازم تتأكدي وتقلبيها كويس قوي. وبتبقى خفيفة زي ما انتوا شايفين كده، هي باينة قوي وهي بتتقلب ان هي خفيفة عن البسبوسة. والكربوناتو طبعا بيخليها هشة شوية، ما بيخلي يعني بينفشها كده زي الكيكة شوية. وعلى حسب الصينية اللي انتي بتحطي فيها، كل ما هتحطي في صينية صغيرة كل ما هتبقى عالية معاكي، فعلى حسب ما انتي حابة سمكها قد ايه. تقلبي كويس كده.
أنا جبت صينية بقى دهنها سمنة أهي، أحط الخليط كله فيها كده. نزلي كله كده، حطيه، ظبطي الصينية بقى بتاعتك. خلاص كده أنا طبعا كنت شغالة مولعة الفرن بتاعي مشغلاه علشان يسخن على درجة حرارة متوسطة. بتحطيها في الشبكة اللي في النص وبتسيبيها، هي خدت مني حوالي نص ساعة، احمرت من تحت، فبطفي من تحت. لو انتي بوتاجازك ما بيولعش الاتنين فوق يعني مع بعض، بتطفي من تحت وتشغلي الشواية عليها. اول ما تاخد اللون الحلو ده اللي انتي شايفاه ده، بتحطي الشربات بيبقى طبعا موجود عندك، تبقي عاملاه كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، ولما يدوبوا بتحطي نص ليمونه وفانيليا. بتسيبيه على النار حوالي من 10 دقايق لربع ساعه، وبتسيبيه يبرد. تمام، مش زي البسبوسه بتحط لها شربات سخن، دي بنحط لها الشربات بارد. فطبعا انا كان عندي الشربات عشان كده ما عملتوش، انا عاملاه في القناه اكتر من مره كتير عاملاه. لكن هو كان عندي، كنت عاملاه وحطاه في برطمان في التلاجة، فطلعته بره علشان ياخد درجة حرارة المطبخ، ما يبقاش ساقع قوي يعني وانا بحطه عليها. نطلع حتة بقى كده اهي. طبعا انا طلعت سخنة، انتوا عارفين انا بحب الحلويات الشرقية بالذات سخنة، فطلعتها. هي المفروض ان تسيبيها تهدى شوية اهي، طرية من جوه ومقرمشة من بره. يعني بصراحة كانت ريحتها مالية البيت تحفة، وطعمها يجنن 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 بجد. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله يا رب. واعمليها بالطريقة دي ومش هتندمي وهتدعي لي ان شاء الله. وما تنسوش اللايك، اهو بيقول لكم اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله، ويا رب تعملوها بالطريقة دي وتعجبكم. اللايك اهو. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.